هذه بالبرتغالية هي بونسوار. Boa noite, buenas noches, buonasera, guten Abend, good evening. حضرات السيدات والسادة، نرحب بكم في فعاليات حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان مراكش الدولي لفرجة الشارع من تنظيم جمعية شوارع الفنون بتعاون مع جمعية Improvise and Organize Association من البرتغال، وبشراكة مع المجلس الجماعي لمراكش، وبتعاون مع مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، مجلس مقاطعة المدينة، جمعية الأطلس الكبير، وشركة ميجا أنيماسيون. ينعقد هذا المهرجان تحت شعار مراكش موطن الفرجات، وذلك من 8 إلى 10 من دجنبر 2023. وتعرف هذه الدورة مشاركة كل من البرتغال، ألمانيا، هولندا، بولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، تونس، إيرلندا، سويسرا، الأرجنتين، بالإضافة إلى المملكة. السيدات والسادة، نعتز بدعمكم وحضوركم الذي لولاه لما تمكنا من الاستمرار. كما نعتز ونفتخر بدعم المجلس الجماعي لمدينة مراكش وتعاون ولاية جهة مراكش، ودعم مجلس مقاطعة المدينة ومقاطعة سيدي يوسف علي، وجمعية الأطلس الكبير، وجمعية مونيا، وجمعية أيوب، وجمعية بيكالا، وجمعية خشبة الحوز، وجمعية مونيا كذلك، ومركز الوطني محمد السادس للمعاقين بمراكش، وشركة ميجا أنيماسيون. إننا جميعا نتقدم إليكم بالشكر الجزيل باسم جمعية شوارع الفنون على دعمكم اللامشروط لنا والذي راهنا عليه من أجل إنجاح هذه الدورة الخامسة التي بقينا أوفياء لشعارها مراكش موطن الفرجات، التي تستمد خلال الأيام القادمة ابتداء من اليوم وإلى غاية 10 من هذا الشهر. اسم أيوب ماتيا، مدير مهرجان مراكش الدولي لفرجات الشارع في دورته الخامسة. أولا كنشكركم على الحضور والمتابعة، وبغيت نقول بأنه الدورة تاع هذه السنة هذه كتمتاز بواحد التيم اللي هو التيم ديال موضوع الزلزال اللي ضرب مدينة مراكش والحوز. البداية ديالنا كانت في شكرا لكم عاوتاني. المهرجان ديال هذه السنه كيمتاز بتنوع الساحات. عندنا ساحه القزادريه اللي كان باب الملاح، عندنا ساحه المصلى سيدي يوسف علي، عندنا ساحه ديال باب حمر، عندنا في الاخير يوم الاحد عندنا نشاط فني مع اطفال ديال مدينه الحوز اللي عندنا مقيمين في مدينه مراكش. غادي يكون واحد النشاط ترفيهي زوين لهم فيه العديد من الورشات، الرسم، اعاده التدوير، كيفيه التصوير. عندنا كذلك ورشات ضمن المهرجان في الجامعه ديال القاضي عياض في جميع مختلف المواضيع التي تهتم بالشارع والفضاء. كذلك عندنا التنوع ديال المهرجان تيمتاز بتنوع ديال الدول. عندنا البرتغال مشاركه معنا، دوله البرتغال، دوله بولندا، دوله امريكا، دوله تونس وسويسرا، وكذلك المملكه المغربيه. كنشكركم بزاف، وكنتمنى تكون المتابعه ديالكم معنا الايام المهرجان التي تمتد ما بين 8 و10 في جميع في مختلف الفضاءات اللي عندنا في مراكش. شكرا. Association, Paulina Almeida. Boa noite, Paulina. Massa Nur.
Good evening, everyone. Bonsoir. It's a pleasure to be here back in Marrakesh for several. هو مسكين الحركه غير شويه طاحت عليه واحد الفكره من واحد المقوله مراكشيه فنقولوها كاملين زوق تبيع قال لابد لي نزوق في هذه التجاره ديالي الا بغيت شويه ديال المال ايوا مشى يا سادتي في الحين مشى للسوق شرى واحد الحفله من الزبيب غسلها صح ما يتمكن دارها في شويه ديال المياه دافيه القدامى هي ساعه ولا ساعتين دارها في القريبه ديالو وديك الساعه حنا الحكواتيه قاريين من زمان ديك الساعه ما كانت لا ثلاجه لا تلفازه ولا فريكو كاين غير الماء والسماء والله مول الحكمه علق ديك القريبه ديالو في السطح ايوا بعد ما شرقت الشمس علق داور البيضاح ولا صلى على النبي يكون من الملاح صلوا على النبي يا سادتي هنايا حل هذيك القريبه كب واحد شويه ديال الماء داق لقى داك الماء بارد وحلو قال هذا الماء هذا لابد يدخل لي المال الكثير اليوم في السوق ايوا خرج في الحين مشى يدور في السوق ايوا مسكين بلعتو كيزير تحت الماء الدافي ما من يصوب النار ورا ما يحتاج الضحك قال والله ما نزيد حتى نزوق في التجاره ديالي مشى هو يشري واحد الناقوس بقى يضربو ويغوت ويصيح ويعاود وسط المدينه شربها من الزبيب اللي قص باب الله ما يخيب والله يحفر شي حفره يطيح فيها شربها من الزبيب اللي قص باب الله ما يخيب والله يحفر شي حفره يطيح فيها انت عليه واحد من التجار قال لي اجي هذاك الكراب عطيني شويه من المال ديالك شربوا هذاك التاجر يلا عمرني ولدك بحال هذا الماء زيد سقيني وسقي هذا وسقي التاجر الفلاني وسقي هذا وسقي الاخر ما جاتش تنطر عليه الساعه حتى سالا كاع المال اللي عنده في ديك القربه ايوا رزق بالمال اللي كثير في الجيب ديالو بقى على هذاك الامر ايوا بدا الشهر الاول الشهر الثاني تعرف في المدينه القراب مول الماء والحكمه حتى انه كاع ما بقى يخرج ويدور في السوق ولا يحل الباب ديال البيت ديالو ويسقي الناس يبيع الماء ديالو ويعاود يسدو دارت عليه الاخبار وكثرت عليه الهضره وصلت اخباره للسلطان ايوا السلطان ندى عليه حضر امامه في السوق يطوس في نفس النهار باع يا سيدي قال لي السلطان تكلم يا رجل ما امر الماء ديالك وما امر الكبار اللي فيه الحكمه كتقولوا وسط البلاد والعباد قال ليه القراب الامر ما فيه يا سلطان الزمان تنقول شربها من الزبيب ولا قص باب الله ما يخيب يا ولا حفر شي حفره كيطيح فيها ايوا الماء ديالو ها هو دخل يا سلطان الزمان وتحكم دخل السلطان عجبو داك الماء قال لي اسمعني يا رجل ما بغيتش تخدم وسط